السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم تكون بخير. فيديو جديد، واليوم غنشارك معكم فطائر قطنيه كيجوا رائعين بحشوه اللي لذيذه، كيجوا مفرمجين من الداخل بطريقه بيتزا، ولكن هما كيجوا على شكل ميني باغيت، ساهلين في التحضير. هكا دابا الواحد كيعيا شويه وكنقلبوا على شي حاجه سهله. هاد الفطائر ساهلين وكيجوا لذاذ بزاف، بعجينه اللي تقدري تعتمديها في بزاف المملحات. كيبقى لك نتيا الاختيار. انا درت معكم هاد الاقتراح اللي كيجي اكثر من رائع. شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، راه كيجيو خاويين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وغنمشيو للعجينه هي الاولى اللي غنخليها تخمر. عندي واحد المعلقه ديال السكر سنيده، واحد المعلقه ديال الخميره حبيبات، وجوج معالق ديال الحليب بودره. الا توفر لكم، ما توفرش لكم، عجنوا هذه العجينه بالحليب. غنضيف جوج كيسان ديال الماء اللي يكون دافي، غنعجنهم في العجانه. بالنسبه لكم تقدروا تعجنوهم حتى في ايديكم هكا الا ما توفرتش لكم. كنخلط هذا الخليط ديال الخميره مزيان وكنخليه يتفاعل واحد 10 دقائق. هاد الطريقه كتسرع لينا الاختمار ديال هاد المخبوزات. من بعد كنضيف الملح، وعندي جوج معالق اللي يكونوا عامرين ديال الزيت النباتيه. غنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي 3 الكيسان، نفس الكاس اللي غتعبروا به الماء غتعبروا به الدقيق. عندي 3 الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الفينو. صافي، وغندي العجينه تعجن مزيان حتى كتولي رطبه. بالنسبه للعجينه الا بانت لكم باقا مطلوقه ضيفوا الدقيق، والا بانت لكم قساحت حبسوا، ما تقصحوش العجينه بزاف هكا باش ما يجيكمش مطقسين من الداخل. السر ديال نجاح هاد المخبوزات العجينه كتكون خفيفه وكتكون هكا كتلصق في اليد. غنجيب واحد الزلافه اللي غندهنها بشويه الزيت وكندير فيها العجينه، كنخليها حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها. في هذا الاثناء غنمشي نحضر معكم الحشوه. عندي واحد بصله كبيره اللي ديروها في الهشوه او تقطعوها صغيره، واحد ريز ديال الثومه لان غنديروا الدجاج. كنحكوا هكا في الحكاكه. الا توفرت لكم البودره الثومه ديروها. غندير واحد شويه زيت نباتيه وكندير ديك البصله حتى كتشحر مزيان. كنضيف الفلفله، الا عندكم الوان ديروها. انا توفرت لي انا غير الحمراء، كانت عندي في المجمد درتها. وكنضيف قطع ديال الدجاج اللي يكونوا صغار، العطريه تقريبا كامله. كندير واحد معلقه صغيره الملح، الابزار، الفلفله حمراء، الخرقوم عرق والسكينجبير وزريعه القزبر تكون هكا بزيد. هنا غنرجع للعجينه من بعد ما خمرات، كنديكازيها، كنضربها مزيان وكنقطعها هكا على شكل كرات اللي يكونوا صغار هكا. حاولوا تصغروهم باش ما يجيكمش ميني باغيت يجيكم كبير بزاف. قد ما كانوا صغار قد ما كيجيو زوينين حتى في المنظر. هنا غنرش سطح العمل بالدقيق شويه لان العجينه ضروري كتلصق، ضروري نرشوا سطح العمل بالدقيق. وغنبدا كنطلق فيهم بالمدلك. هاد الطريقه هكا باش كيجونا ساهلين. تقدروا تطلقوهم غير بايديكم او المدلك كيسهل الخدمه، ولكن ضروري تخليهم يرتاحوا على الاقل واحد 10 دقائق. ندير تقريبا كل 4 أو 5 طلقوهم هكا لانهم صغار. كتحاولوا هكا تجبدوا العجينه غير بايديكم. الا ما بغيتوش ديروا المدلك ديروا غير ايديكم. طريقه سهله. كتحاولوا هكا تبسطوا العجينه مزيان بالاستعانه بالدقيق. وغنجيب الحشوه غادي نديرها هكا بشكل طولي. بالنسبه للحشوه راه كتبقى لكم اختياريه، اي حاجه كانت عندكم بغيتو ديروها. انا درت هاد الحشوه ديال الدجاج والفلفله كتجي زوينه. اذا تقدروا نتوما ديروا غير الدجاج بوحدو او الكفته اللي توفر لكم. ملي كندير الحشوه كندير شويه الجبن هكا. انا استعملت الجبن الاحمر، تقدروا تستعملوا حتى الجبن ديال الساندويتش او اي جبن توفر لكم. ديروه هكا في هذه المرحله راه كيعطي مذاق زوين، او تقدروا تخليوهم غير هكا، كيبقى لكم نتوما الاختيار. من بعد ما شكلتهم كاملين دابا غنبدا كنجمع فيهم بطريقه سهله. كتقبسوا هكا الجناب كتجمعوهم وكتحاولوا تقرصوا العجينه مزيان باش ما يتحلوش لكم في الفران. هكا كتجمعوا الجناب وكتمشيو حتى كتكملوها كامله. طريقه سهله. ملي كنكملوها هكا كنحاولوا نقادوها باش كتاخذ لينا الشكل ديال الميني باغيت. غنمشيو الاخرين حتى هما غنسدوهم بنفس الطريقه اللي سهله، والعجينه حتى هي مساعده كتكون رطبه راه دغيا كتسد، ما كتحتاج لا ما لا والو، غير هكا بايديكم كتقرصوها. كتبداو هكا من الجنب وانتم غاديين حتى كتكملوها كامله. وكتحاولوا هكا دوك القنات تقنتوهم باش كيجيوكم على شكل ميني باغيت. بالنسبه للشكل راه كيبقى لكم اختياري، تقدروا ديروا حتى شكل خبيزات هكا اللي صغار. كديروا نفس الطريقه وكتجيبوا العجينه هكا الوسط كتجمعوها وكتجيبوها الوسط، كتجمعوها مزيان وكتحطوا في الطاوه كيجوا على شكل خبيزات. انا درت هذه الطريقه لانني غندير لهم شكل ديال البيتزا كما غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. هنا ملي كملتهم غادي نرتبهم في الطاوه اللي غادي يدخل الفران. فرشت لها ورق الطهي. الا ما توفرش لكم دهنوا الطاوه بشويه زيت هكا تفاديا باش ما يلصقوش لكم.
وغندهنهم بصوص طوماط، صوص ديال المطيشه انا عندي هنا محضراها. الا ما توفرتش لكم دهنوهم شويه طماطم المركزه، ضيفوا لها غير شويه الزيت هكا البليه وشويه الماء باش هكا كتخفف، ودهنوهم باش هكا كيعطونا الشكل ديال البيتزا. غادي ندهنهم كاملين، انا هنا عندي هذه محضراها في الدار، كندهنهم مزيان وكندير لهم شويه الزيتون خضر او اسود اللي توفر لكم. هنا عندي الزيتون اخضر مقطع، غادي نديرو هكا. هذا الشكل كيجي زوين وكيجي مختلف صراحه على الشكيلات الاخرين اللي تنحضروا. كندهنوهم هكا بالبيض، هذا كيجي مختلف، كيجيو بحال البيتزا في المنظر ديالهم. غندير شويه الفلفله مقطعه حمراء مربعات حتى هي هكا كنزين بها. الا توفرت لكم الخضره اي حاجه بغيتو تزينوا بها من الفوق زينوا بها. اخر حاجه غندير الفرماج محكوك، ضروري كتخليهم حتى كيخمروا كيضاعف الحجم ديالهم، عاد كدهنوهم. راه نسيت ما قلتش لكم، خليهم حتى كيخمروا، عاد كديروا لهم هاد صوص طوماط وكتزينوهم هكا وكتدخلوهم الفران اللي كيكون سخون مزيان فوق لتحت. كتدخلوهم كتخليهم حتى كيتحمروا وكياخذوا هاد اللوين هذا وكتخرجوهم. راه دغيا كيطيبوا. بالنسبه للفران الفوق لتحت كيكون سخون مزيان باش هكا ما يقسحوش لكم وكيجيو رطبين، كيجيو على هذا الشكل. كيجيو واحد الفطائر اللي روعه، ما كتعرفوا واش كتاكلوا بيتزا او فطائر، كيجيو مقطنين من الداخل وكيجيو زوينين بزاف. نتمنى يعجبوكم. الا مازال ما وجدتي والو الفطور نوضي حضري هاد الفطائر هادو اللي ساهلين ودغيا كيوجدوا. عجينتهم اللي ساهله وناجحه، تعتمديها في جميع المملحات عندك هكا. شوفوا لي كيفاش كيجيو من الداخل، راه كيجيو خاويين ما كيجيوش معجنين، واخا كتاكلي فيهم هكا جوج ولا ثلاثه راه كيجيو زوينين بزاف. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك هكا باش يشوفوه ناس اخرين، والى فيديو قادم ان شاء الله.